حبايب قلب ام امل عاملين ايه؟ فيديو النهارده حبايب قلبي لكل ست بيت بتشتكي من ريحه الهدوم، ان بنطلعها كلنا من الغساله نلاقي ريحتها مغيره. هنعمل مع بعض دوره تنظيف النهارده للغساله، وانسي اي ريحه تطلع من الغساله مش لطيفه. هنصلي على النبي مع بعض ونسمي بالله ونبدا. هنضيف طبق فيه خل، هنضيف عليه اي مطهر موجود في البيت، هنحط معلقه كربوناته، ودي طبعا اول ما تتحط على الخل يا بنات بتفور على طول كده. وهنمسح الغسالة بالخلطة اللي عملناها من بره مسحة كويسة جدا. شايفين الاطار بتاع الغسالة والوساخة اللي فيها يا بنات؟ دي اللي بتعمل كمكمة، ودي اللي لازم ننضفها كويس لانها بتخزن الاتساخ بتاع الهدوم. هنحط فيها معلقة بيكربوناتة كبيرة، ونحط خل وادعكها بفرشة السنان دعكة كويسة. وهنا يا بنات هنشيل الدرج بتاع الغسالة ونغسله غسلة كده كويسة عشان بواقي المسحوق اللي هي بتبقى فيه. اهم حاجة ندعكه بفرشة السنان عشان نوصل للاماكن الضيقة. وبعد ما ندعكها برضو دعكة كويسة، لازم برضو امسك الدرج كده بتاع الغسالة جوه، انضف بواقي المسحوق كده فيه جامد، علشان الحاجات دي كده ايه هي اللي بتعمل ترسب. دخلي ايدك كده وتمسحي الدرج كويس، تنشفيه بالليفة الخشنة، وتنضفي الحتة دي كده اللي هي البواقي اللي فيها، وده اهم حاجة في الغسالة. بعد كده ايه ننشف دي ونيجي عند باب الغسالة كده وندعكه من نفس الخليط بتاعنا بره وجوه كده دعكة حلوة، عشان برضه والله يا بنات بيفرق جدا انك كل شهر تعملي دورة الغسالة دي، بتحافظ على عمر الغسالة وعلى ريحة الغسيل ونظافته. ضروري دايما كل شهر كده نعمل الدورة دي، وضروري قوي حتى الغسالة فوق اوتوماتيك بيحافظ على عمرها كده. دورة الغسيل دي برضو المفروض كده برضو نعملها ونغسلها. ونيجي بقى هنا يا بنات عند الكارثة الكبيرة اللي في الغسالة دي، الفلتر ده بياخد الدبابيس. تلاقي فيه دبابيس، تلاقي فيه شرابات، تلاقي فيه فلوس، تلاقي فيه ميه ريحتها وحشه مخزنه. تروحي فاتحه الفلتر ده، بص الفلتر ده بتلاقي فيه استغفر الله العظيم بلاوي. تمام. وبرده بيبقى مصدي مني. بفرشه الاسنان، هي طبعا ايديكي مش هتدخل جوه، فرشه الاسنان كده الاول وتروحي دعكها من جوه دعكه حلوه. ده اهم حاجه يا بنات. وهنا بعد ما قفلنا ده وخلاص غسلناه، هنحط هنا الخل كده كام كوبايه بتاع كوبايتين خل كده في الدرج، وهنعمل دورة غسيل للغسالة. دي بقى بتعقم الغسالة وتخلي ريحتها حلوة، والله ما هتندموا. جربوها وهتعجبكم. وحبايب قلبي حبيت اشارككم بقى في الفيديو ده في غسيل الغسالة، عشان لو في حد ما عملهاش او ما بيعرفش يعمل الدورة دي يعمل